سعادة الملك هذا عار المغرب في خطر. السلام عليكم الخوت. هاد الشرا ما كيفرحش وكل شيء ضيع وكل شيء كيموت. الناس كاع مشاو انا عاد جالسه هنا يجريو دارين لي ها تتصير عمال ماني جاغين او 16000 ولا صمت والمسؤول وانت بتنظم كاس العالم وباغي تبني تيرانات بالملايير دو الدرهم والشعب ديالك قاعد يموت في الخزانه وتطيح عليه الشتاء ويطيح عليه الثلج. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الملك محمد السادس اللي هو من طبيعة الحال هو رئيس الدولة المغربية، وغادي نهضروا على يعني فين هما الأموال ديال زلزال الحوز، حيث إلى حد الآن وإلى هذه اللحظة اللي كتشوفوا فيها هذا الفيديو الناس مازال كيعيشوا في البرد وكيعيشوا في الثلج. يعني الناس كينعسوا في البرد والماء كيدخل لهم من الخيام ديالهم، ما عندهم لا لغطه، ما عندهم لا ماكله. يعني حتى عرفتي اللاجئين في الحروب ما كيعيشوش هذيك المأساة اللي كيعيشوها الناس ديال الحوز، الناس اللي ضربهم الزلزال بالعامين هذه. اذا اليوم غادي نهضروا مع جلاله الملك محمد السادس وغادي نعرفوا شنو واقع في الحقيقه ديال زلزال الحوز. اذا الاخوان والاخوات المغاربه الاحرار الشرفاء والشريفات، اللايك ديالكم مهم، خلونا التعليقات ديالكم وشاركوا هذا الفيديو هذا مع كل المغاربه الاحرار. نبداو قضيه زلزال الحوز. تخيل معايا الارض كتهز ب7 درجات على سلم ريختر، الجبال كتهبط على رؤوس مواليها، والناس في القرى المنسيه كتموت تحت التراب. هذا الشيء قضاء وقدر، طبيعه دارت الخدمه ديالها. ولكن الكارثه الحقيقيه او الزلزال السياسي اللي ضرب المغرب بدا في الدقيقه اللي حبسات فيها الارض الهزات ديالها. في اي دوله كتحترم راسها فاش كتوقع كارثه بحال هذه رئيس الدولة اللي في المغرب اللي هو الملك كيكون هو الأول في غرفة العمليات، هو اللي كيوجه، هو اللي كيواسي. ولكن في المغرب وقع الصمت الرهيب. فين كان أمير المؤمنين؟ فين كان حامل الملة والدين؟ كان في باريس. تخيل معايا بلادك كتدمر والمواطنين ديالك كيغوطوا تحت الأنقاض، والملك ديالك مشغول في الحياة الخاصة ديالو في القصور الباريزية. هذا الغياب في الساعات الأولى الحاسمة ماشي مجرد عطلة، هذه في القانون الأخلاقي والسياسي كتسمى خيانة الأمانة. الدولة ضربات بشلل نصفي حيث مول التيليكوموند كاين في الخارج، والمسؤولين الغير معول عليهم مثلا الحكومة والجيش ما قدروش يحركوا الطراكس وحدة بلا تعليمات سامية. الناس ماتوا ماشي بسبب الحجر، ماتوا بسبب البيروقراطية الملكية وبسبب الانتظار القاتل لعودة المقدس. وملي رجع شنو وقع؟ واش مشى للمناطق المنكوبه؟ واش توسخ حوايجه بالغبار مع ولاد الشعب؟ لا، دار لينا ميزون سين، يعني مسرحيه هوليوديه، اجتماع عمل في القصر وصوره ديال التبرع بالدم باش الاعلام الرسمي يبيع لنا وهم تلاحم العرش والشعب. والاخطر من هذا الشيء هو صندوق 126. الدوله كتشري الاسلحه بالملايير، والملك اللي كيملك يخوت وقصور قالوا للمواطن المقهور اعطينا فلوس باش نعاونوا خوتك. جمعوا الملايير من جيوب الفقراء ومن تبرعات الأجانب ومن الموظفين اللي تقطع عليهم يعني المبلغ من الصالير، والنتيجة الفلوس دخلات للثقب الأسود ديال وزارة المالية. والخيام البلاستيكية اللي حتى اللاجئين في الحروب ما كيقبلوهاش هي اللي تفرقات على الناس. اليوم عامين من بعد الناس مازال في البرد كيموتوا بالسميقلي، والملك شنو دار؟ مشى للامارات من تما لباريس والفلوس تبخرات. هادشي كيعني حاجه وحده، الزلزال عرى الماكينه. بين لنا ان الدوله المغربيه هي واجهه زجاجيه براقه، ولكن الداخل هي مجرد خربه كتستثمر في المآسي باش تغني الاغنياء وتزيد فقر الفقراء. في المحور الجاي غادي نشوفوا كيفاش هذه المأساة تحولات لفرصه تجاريه لواحد النوع جديد من الوحوش اللي هما صناع المحتوى وتجار البشر. في الوقت اللي كانت فيه ريحة الموت عاطية في دوار إيغيل وثلاث يعقوب، وفي الوقت اللي الدولة غايبة والجيش متأخر، نزل علينا نوع آخر من الكوارث ماشي طبيعي بل بشري. شكون هما هاد الناس؟ هما الضباع الرقمية، حاشا واش يكونوا ناس. الآلاف ديال المؤثرين واليوتيوبرز هزوا الكاميرات ديالهم ومشاو للجبل. واش مشاو يعاونوا؟ لا، مشاو يديروا البورنوغرافيا الفقر. تخيل معايا واحد خاشي الكاميرا في وجه امراه يلاه فقدت ولادها وكيقول لها بكي باش يشوفوك المحسنين. هادشي ماشي تضامن، هذه ساديه راسماليه. الدموع تحولات للفيوز واللايكات على الانترنت، والانقاض تحولات للديكور للتصوير، والمعاناه ديال الناس ولات عمله كتصرف في الادسنس. هاد التجار المآسي استغلوا غياب الدوله باش ينصبوا راسهم وسطاء، كلاو فلوس التبرعات وبناو الشهره ديالهم على ظهر
جثث المغاربه المنسيين. في واحد المشهد كيبين قمه الانحطاط الاخلاقي اللي وصلنا ليه، ولكن القاع مازال غارق اكثر. وسط هذه الفوضى بنت الظاهره الاخطر اللي هي البيدوفيليا المقنعه بالاحسان. واش شفتوا دوك الفيديوهات ديال رجال كبار في العمر جايين يعني من المدن في سيارات واعره، سيارات فخمه، كيسولوا على بنيتات صغار يتامى باش يتزوجوهم؟ هذه ماشي ستره، هذه تجاره بالبشر. ذئاب بشريه استغلت انهيار الاسر والفقر المدقع باش تجي تقضي الغرض ديالها وتشري لحم طري بكرتونه ديال السكر وقرعه ديال الزيت. الطفلات اللي نجاو من الزلزال لقاو راسهم في مواجهه وحوش باغيين يغتصبوا الطفوله ديالهم باسم الدين والستره. والسؤال اللي كيقتل، فين كانت الدوله؟ الدرك الملكي والسلطه اللي كيحبسوا النشطاء السياسيين خلاو هاد الوحوش يسرحوا ويمرحوا. علاش؟ حيت بالنسبه للمخزن هاد الفوضى الاخلاقيه كتلهي الشعب وكتغطي على الفشل التبديري ديالو. الدوله كانت مشغوله بمنع المساعدات ديال المجتمع المدني غير مرخص، ولكن غمضات عينيها على سوق النخاسه اللي تفتح في الهواء الطلق. هادشي اللي وقع في الحوز هو جريمه مزدوجه. الارض قتلت الاجساد، لكن صناع المحتوى والبي او دي قتلوا الكرامه والروح. والمسؤول الاول ماشي غير هذوك يعني الافراد، بل النظام اللي خلق فراغ قانوني واخلاقي وخلى المنطقه مستباحه لكل من هب ودب. وفي المحور الجاي غادي نمشيو لما هو ادهى، غادي نشوفوا كيفاش الاعلام الرسمي دار لنا عمليه غسل دماغ جماعي، وكيفاش كذبوا علينا بالارقام وباعاده الاعمار الوهميه، بينما الناس حاليا مازال كيموتوا بالبرد في 2025. سعاده الملك، هذا عار المغرب في خطر. ملي كتفشل الدوله في التدبير كتدخل الاله الاعلاميه باش دير خدمتها، وهنا كنوصلوا لابشع انواع الخيانه اللي هو الكذب الرسمي. الاعلام الرسمي في المغرب كما هو معروف اللي كيتسمى باعلام القرب تحول في الحوز لناطق رسمي باسم النفاق. المهمه ديالو ماشي كانت هي نقل الحقيقه، بل هي التعتيم على الفشل وصناعه الوهم. في الشاشات ديالنا كنتوا كتشوفوا مثلا عمليات تبييض الصوره بامتياز، كاميرات موجهه كتصور غير الوزراء اللي كيزوروا المنطقه، جنود كيقادوا خيمه، والناس كيشكروا الدوله على الغطاء اللي وصلهم. كنتوا كتشوفوا غير 10% ديال النجاح، بينما 90% ديال البرد والجوع والموت في الخيام كيتم مسحها من الشاشه. الإعلام الرسمي باع لنا سردية بطولية وهمية هدفها الوحيد هو إقناع باقي المغاربة أن الأمور تحت السيطرة، وأن الخيانة العظمى اللي وقعت في المكاتب المكيفة هي في الحقيقة تلاحم وطني عظيم. وهنا كنجيو الوعد إعادة الإعمار الكاذب اللي هو الجريمة اللي ما سالاتش. الحكومة وعدات ب 14 مليون سنتيم للناس اللي تربات لهم الدار بالكامل. هذا الرقم اللي كيبان كبير في الأخبار هو في الحقيقة فخ بيروقراطي خبيث. باش تاخذ هذا المبلغ خاصك يعني تطيح في المتاهه الاداريه ديال المخزن. اولا خص اللجنه التقنيه تقول بان الدار تهدمات بالكامل، ومن بعد خصك تثبت ان الارض محفظه، يعني عندك لها الوثائق الرسميه في واحد المنطقه غالبيه السكان ديالها فيها كيورثوا الارض شفويا بدون اوراق. ومن بعد خصك تنتظر يعني دورك في اللائحه اللي كتغير كل نهار. النظام هنا ما كيرفضش يعطيك الفلوس مباشرة، النظام كيصمم العملية الإدارية باش تمل وتيأس وتستسلم وتولي كتقول عافاك غير خليوني نرجع للدار. هذا التأخير الممنهج والتعقيد الإداري هو سلاح النظام باش يدير عملية تصفية للمستحقين. الأموال ديال التبرعات اللي جمعوها من العالم ما مشاتش للناس، بل تحولات لأرقام بنكية مجمدة كتحقق أرباح اللوبيات البناء اللي غياخدوا صفقات إعادة البناء مستقبلا بالثمن اللي بغاو. بينما المغاربة اللي تحت الخيام كيشوفوا عامين ديال البرد كاتمون قدام عينيهم. وهذا الشيء كيثبت أن الزلزال لم يكن كارثة طبيعية فقط، بل كان فرصة لتكريس اقتصاد الريع وتوسيع الفجوة بين شعب مريب ونخبة مستفيدة. في المحور الأخير غادي نجمعوا هذه الخيوط كاملة، الخيانة الملكية، الجشع ديال البيدوفيل والكذب ديال الإعلام، باش نشوفوا النهاية المنطقية لهذه الجريمة المكتملة الأركان. دابا وبعد ما شفنا الغياب ديال الملك والرقص ديال الضباع والكذوب من طبيعة الحال ديال التلفازة، وصلنا للخلاصة اللي كتألم، الخلاصة اللي بغاو يدفنوها مع الضحايا تحت التراب. زلزال الحوز ما كانش يعني مجرد كارثة طبيعية، كان ستريت تيست حقيقي للدولة المغربية، والنتيجة إفلاس تام. هذا الزلزال عرى لنا الحقيقة ديال المغرب يسير بسرعتين نحو الأمام، بل العكس، كاين مغرب الفيترينا، مغرب المونديال والتي جي في والمهرجانات في مراكش،
واللي فيه الملك والرباعه ديالو عايشين الحياه الرفاهيه والحلوه. وكاين مغرب الحفره، مغرب انفقو والحوز اللي الناس فيه مازال عايشين في العصر الحجري وكيموتوا بالبرد في الخيام في 2025 على بعد كيلومترات قليله من فنادق 7 نجوم. الجريمه الحقيقيه هي ان الدوله تعاملت مع سكان الجبل ماشي كمواطنين عندهم حقوق، بل كديكور فولكلوري كيصلح غير للتصوير السياحي. ملي طاحت الديور الدوله ما تحركاتش بمنطق الانقاذ، بل تحركات بمنطق الاحتواء الامني. كان الهم ديالهم الوحيد هو الصوره الخارجيه ما تقاش، وان الغضب ما يوصلش للمدن الكبرى. داكشي علاش منعوا النشطاء وحاصروا المنطقه وخلاو الناس يواجهوا مصيرهم مع الثلج والجوع. هادشي كيتسمى في العلوم السياسيه بالاهمال الممنهج، سيستيماتيك نيغليكت. الدولة عارفة أن دوك الناس ما عندهمش يعني صوت سياسي وما عندهمش قوة ضغط، إذن يموتوا ماشي مشكل. والخيانة العظمى كتبان في الأرقام. الملايير اللي تصرفات على ملاعب الكرة باش نرضيو الفيفا كانت كافية باش تبني قرى نموذجية مقاومة للزلزال في الحوز كامل. ولكن الأولويات عند السيد واضحة، البرستيج الدولي أهم من كرامة المواطن المحلي. اليوم وحنا كنسدو هذا الملف الصورة واضحة. الخيام الممزقة في الحوز هي الرمز الحقيقي للعهد الجديد، هي الدليل على أن العقد الاجتماعي بين العرش والشعب طلع نهار 8 شتنبر. الثقة اللي كانت مبنية على القداسة والأبوة تهدمات مع أول حيط طاح. المغاربة اكتشفوا أنهم يتامى في دولة كتجبي الضرائب ولكن ما كتحميش الأرواح. الحجر غادي يتهز والديور تقدر تبنى في شي نهار، واخا هادي صعيبة، ولكن الشرخ اللي وقع في الوعي الجمعي ديال المغاربة عمره ما غادي يترمم. زلزال الحوز كان هو اللحظة اللي طاح فيها الماكياج وبان الوجه الحقيقي والبشع لمملكة الاستغلال. وديك البرودة اللي كيحسوا بها ضحايا دابا في عظامهم هي نيت البرودة اللي ولات في قلوب المغاربة تجاه النظام ديالهم. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. كنتمنى لكم حياة سعيدة، حياة جميلة، وكنطلب من الله الحماية لكل الناس في الحوز وكل المغاربة الأحرار وكل المغاربة الشرفاء. وتحياتي لكم، نشوفكم في فيديو قادم. إلى اللقاء والسلام عليكم.